مرحبا، أنا آلاء بروقة من مطبخ سيدتي. اليوم رح أفرجيكم كيف رح نعمل عجينة المارشميلو. أول إشي في عندي اللي هي المارشميلو. أنا هون في عندي 225 جرام من المارشميلو الصغار، كتير ضروري يكونوا صغار عشان يدوبوا بسرعة بالميكروويف. وقبل ما أحطهم بالصحن حطيت زبدة نباتية على الصحن. ليش زبدة نباتية؟ لأنه نسبة الحليب فيها أقل، لانه المارشميلو رح يعمل لنا هلا اشي بيلزق في كل مكان. هي ممكن اشي اذا عملتوه اول مره تندموا عليه، بس لما تجربوا طعمه رح تعرفوا انه هو اشي عن جد ورث انكم تجربوه، عن جد يستحق التجربه. هلا رح احطها بالميكروويف لمده 30 ثانيه، اعمل بوز، احرك، ارجع احط 30 ثانيه حتى تصير كلياتها سائله، وبفرجيكم كيف بتصير هلا اول ما تذوب. هلا احنا طلعناها من الميكروويف. هلا لازم كثير ضروري انه الصحن اللي احنا حاطين فيه المارشميلو نكون محطين عليه اللي هي الزبده النباتيه. الزبده النباتيه بيكون لونها ابيض من الزبده الحيوانيه، فرق بينهم باللون وفرق فيهم كثير شغلات رح احكي لكم اياها لقدام. هلا بصير شكلها هي زي هيك. لو ما كنا حاطين زبده على الصحن نفسه رح تلزق لسه كثير اكثر. هلا انا رح احطها بالمكسر. المكسر نفسه غلفته بالزبده، زبدة نباتية، وحطيت كمان على اللي هو مضرب العجين برضه زبدة. رح احطهم هلا جوا. هلا انا حطيت المارشميلو جوا ورح اسكر عليه ورح اعجن شوي شوي. بهاي المرحلة لازم كتير ضروري يكون في عندي مكسر، لانه رح تخليها تجمد كتير احسن. بدي احطها. لأنا هون حاطه المارشميلو حكينا 225 جرام، هون انا في عندي 500 جرام سكر بودره، رح احطهم بالتدريج. وهلا انا بعد ما خلصت وضفت السكر لازم كتير منيح ادهن ايدي باللي هي الزبده النباتيه، ولازم ادهن السطح اللي راح اعجن عليه كتير منيح كمان بالزبده النباتيه، عشان هي زي ما انتم شايفين بتلزق في كل مكان. هلا راح نبلش بعمليه اللي هي احنا بدنا نعجنها بايدينا. ممكن بهاي المرحله يبين عنا انه هي لسه بدها كمان مثلا عجين سكر، اذا كانت بتلزق بدها كمان سكر. هيك احنا الوضع عنا تمام. هلا لازم هاي العجين نتركها ترتاح لثاني يوم، رح نغلفها بالنايلون ونستخدمها ثاني يوم. واذا بدنا نلونها لازم نلونها بالوان جل، لانه اذا كان لون سائل رح يغير من قوامها. هي لازم تكون هيك، هي زي العجينه العاديه، طعمها كتير اذكى من عجينه السكر، بنصحكم تجربوها. هلا احنا بنكون هيك خلصنا من المارشميلو بيست، واحده من الشغلات اللي بنقدر نغلف فيها الكيك. ورح ارجع لكم الحلقه الجاي واحنا بنغلف الكيك بعجينه المارشميلو.